السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ متابعة للبياض الناصع ووصفات الاكسجين او الاكسدان. عشان الناس اللي طلبت مني الوصفة اكتر من مرة. الوصفة اللي انا في الفيديو بتاع امبارح اللي انا قلت لك عليها بتاعة التشقير او الاكسدانت دي الاكسجين اللي بالبلسم. الوصفة بتاعة البياض اللي دكتور عاصم فرج واكتر من دكتور جلدية قال عليها بناء على دراسات امريكية قالت ان مفيش حاجة بتبيض غير الاكسجين اللي هو بيستخدم تركيز 2% من الصيدلية، البيور اللي هو من غير بلسم، اللي هو انت بتحطي منه معلقة على كوباية مية وتتمضمضي عشان بيقضي على البكتيريا والفطريات اللي في اللثة والكلام ده. ده اكسجين خام بيور من الصيدلية، بتاخدي منه قطارة واحدة على ازازة مية اللي هي اللتر ونص. شفت القطارة قد ايه؟ بتيجي معلقة او معلقتين. هو ده. وقال لك كمان بتضيفي فنجان كلور او كلوريكس يكون براند محترم في البانيو. هو ده اللي بيقشر الجلد ويبيضه او يصفيه او ينقيه او اي حاجة فيه. غير كده لازم بتعملي بيلينج او تقشير، وتعملي تقشير في العيادات بين كل جلسة وجلسة اكتر من شهر، فكده بتبقى التكلفة عالية عليكي جدا. يا اما تعملي تقشير في البيت بالكريمات ودكتورك يتابعك، وهو ده ملخص البياض. مفيش بياض بعد كده. ده الملخص اللي احنا قلنا عليه قبل كده، والفيديو اللي انا قلت عليه قبل كده. في حاجة تانية بقى اللي انا بقولك عليها الصابون المغربي، وفي خلطات تانية اللي هي بتخلي الجلد نقي برضو وابيض، ولو في حاجة على سطح الجلد بتنقيها او بتشيلها. عايزه اقول لك ان الكريمات المبيضه ما بتبيضش لوحدها ابدا، لازم تكوني عامله قبلها تقشير او عامله صنفره جامده قوي او صنفره باخلاص، يعني علشان الكريمات دي تديك افكت زي ما انت عايزه. انما الجلد عليه جلد ميت وعليه زيوت وعليه اي حاجه، تحط عليه الكريمات المبيضه ما بتجيبش نتيجه نهائي نهائي نهائي. عايزه اقول لك النهارده ان انا كل ما اجيب وصفه فيها الحنه البيضاء كل الناس تقول لي ايه هي الحنه البيضاء. الحنه البيضاء هقول لك عليها النهارده اختراع سهل جدا جدا انك تعمليه. لو جبتي حنه بيضاء من عند العطار، دي غير اللون الغذائي الابيض اللي احنا بنتكلم عليه. الحنه البيضاء لو مسكتيها في ايدك كده هتحسي ان ملمسها نشا. ده أنا النهارده هقول لك على الحنه البيضاء تحفه التحفه. هتجيبي لي مقادير متساويه من النشا، الفاصوليا البيضة بتاعتنا، الفاصوليا البيضة العادية، الرز. دول الثلاث حاجات. هنشيل النشا لانها مطحونة لوحدها. هتطحني لي الرز والفاصوليا البيضة وخمس قشور بيض. خمس، تكوني جايبة قشور بيض ابيض طبعا، تكوني غسلهم ومنضفاهم جدا ومعقماهم وتطحنهم لي كويس جدا، بيبقوا بودر زي النشا بالظبط. تمام. يبقى الفاصوليا البيضة مع الرز مع 5 قشور بيض، 5 بيضات تكوني هتستخدميهم وتاخدي القشر بتاعهم. عايزه اقولك ان الحنه البيضه دي بقى من الحاجات الروعه للبشره. بتحطي الحاجات دي كلها، طبعا هتبقى كلها بودر على بعضها، بتقلبيها كويس جدا وتمكسيها وتحطها لي في برطمان. وكل يوم او يوم بعد يوم بتاخدي معلقه منها على يا اما عسل نحل، يا اما ميه ورد، يا اما كريمك المرطب، اي مكان، يا اما زبادي، يا اما لبن. بصراحه لان قشر البيض اللي فيها لانه غني بالكالسيوم بيعمل نضاره غير عاديه، وبيديكي لو انت اجهدتي بشرتك او استخدمتي كريمات كتير او استخدمتي اي حاجه اجهدت بشرتك او خلت في رقاقه في الجلد، بيعمل ترميم غير عادي وبيعبي المسام بمنتجات طبيعيه اورجانيك ما فيهاش اي حاجه كيميكال، فبيخلي البشره صافيه زي بشره الاطفال. حلو جدا 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 جدا. لو انت عايزه حاجه برضو زي الاكسجين كده، هتجيبيلي صابون مغربي وتحط عليه كوبايه ميه ورد. يعني مثلا انا لو هجيب مثلا 4 معالق صابون مغربي، 4 معالق، واحط عليها كوبايه ميه ورد، واجيب المضرب الكهرباء او الهاند بلندر واضرب كويس جدا. وبعد كده احط نص كوبايه خل واضرب جدا. وبعد كده اندي جسمي وابتدي اشتغل بالصابون ده وبالليفه المغربي. الليفه المغربي بتغليها قبل ما تستخدميها، يا اما بالليفه العاديه بتاعتنا لان الليفه المغربي بتبقى قاسيه شويه. وتبتدي تفركي جسمك كله، هيبقى قشطه قشطه. انت لو اخترتي لك وصفه او 2 من الوصفات اللي انا بقولها ومشيتي عليها وطبقتيها، وبعد كده
بتفصلي حتى لو هي جابت نتيجة، بتفصلي وتستخدمي وصفة تانية وبعد كده تفضلي على هذا المنهج. حبايبي مفيش حاجة اسمها بياض غير بروتين، مفيش حاجة اسمها بياض أصلا. إن أنا برجع ببشرتي لتونها الأساسي، بتبقى بشرتي صافية زي بشرة الأطفال، خالية من التصبغات، خالية من القشور، خالية من أي أثر حبوب، بتبقى رايقة بالبلدي كده. فهو ده اللي أنا بقولك عليه. اي كلام غير كده يعني ما بيبقاش ليه تأثير، او لو انت حاسه ان ليه تأثير لمدة فترة زمنية معينة او وقتي، فالموضوع بيبقى وقتي مش اكتر. انما لو انت عايزة من بره ومن جوه مفيش غير اللي انا قلته لك ده. انا بتمنى يعني ان انا اكون ما طولتش عليكم، وان الفيديو يكون عجبكم، واعملي سبسكرايب للقناة علشان هتلاقي فيه حاجات كتير قوي. من هنا للعيد هيبقى فيه حاجات حلوة جدا جدا جدا. واعرفي ان الرز المطحون ومية الرز والرز المستوي كل ده حاجات من الطبيعة حلوة جدا جدا، بتدخل في كل الكريمات الأورجانيك اللي جاية من بره بمبالغ لها قيمتها بمقادير بسيطة جدا. فانت تقدري هنا بما ان تكلفتها عندنا بسيطة تقدري تعملي منها كنز من الكنوز. وشكرا، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يبلغكم العيد على خير، ولا فاقدين ولا مفقودين، ربنا ما ينقص منكم حد يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.